هاي الوصفة رح تصير وصفتكن المفضلة لصينية الدجاج بتتبيلة كتير سهلة ومميزة. هالأكلة يلي الكل بيتفق على حبها، الدجاج دايب ذوبان والطعم خطير، لازم تجربوها. ومع صينية الدجاج رح نقدم رز بشعرية. يلا نبدأ بالوصفة، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لايك وشير للفيديو. ولنعمل تتبيلة الدجاج رح نضيف بالخلاط حبة بندورة وحبة بصل وربع كوب خل أبيض ونص كوب لبن زبادي ومعلقتين دبس بندورة، ورح نضيف معلقتين كاري ومعلقتين كزبرة، معلقة فلفل أسود ونص معلقة كمون، معلقتين بابريكا ومعلقة ماجي ومعلقة ملح وكوب زيت نباتي ومعلقتين توم مهروس، ومنشغل لحتى ينعم الخليط معنا. معنا دجاجتين مغسولين ومقطعين، عملنا فيهم فتحات بهذا الشكل مشان تشرب التتبيلة. وهلأ رح نوزع التبلة على كل أجزاء الدجاج وندعكن كتير منيح بهاي الطريقة. معنا كيلو ونص بطاطا، عليهم 2 بصلة مقطعين جوانح، معلقة ملح، معلقة ماجي، معلقة فلفل أسود، ونص معلقة كاري، وربع كوب زيت، ومندعكن كتير منيح مشان البطاطا تشرب كل طعمة البهارات وطعمة البصل. وهلأ هنرص قطع الدجاج فوق البطاطا، وباقي التبلة رح ننزل فيها فوق الدجاج، ورح نضيف لهم كوبايتين مي بس ما بنحطهم فوق الدجاج، نضيفهم على الأطراف. وهلأ هنغلفها بورق الزبدة وورق الفويل وندخلها الفرن بالرف الأوسط نص ساعة على أعلى درجة حرارة ونص ساعة على حرارة متوسطة. وبعد ما عدى نص ساعة للصينية بالفرن، خلينا نطبخ الرز مشان يلحقوا يستووا مع بعض. لطبخ الرز بدنا نص كوب زيت ومعلقة سمنة، وأول ما يسخنوا رح نضيف عليهم كوب شعرية، بنضل نقلب بالشعرية لحتى نوصل للون الذهبي، وبعدها بنضيف عليهم كيلو رز مصري مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، وبنضيف عليهم معلقة ملح، وبنضل نقلب لحتى الرز يسخن ويتحمص منيح، وبهاي الطريقة الرز رح يضل مفلفل وما يعجن معنا. وهلأ بنضيف فوقهم كيلو ونص ماء مغلي ومنقلب منيح، ومنغطي الرز ومنتركه على نار هادية لحتى يستوي. وبعد ما استويت وطلعناها من الفرن رح نشيل التغليف وندهنها من الزيت يلي نازل منها، ومنرجعها تحت الشواية مشان تاخد أحلى لون وقرمشة للدجاج. وهذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن، الريحة والمنظر شي بيفتح النفس. وهيك أكلتنا بتكون جاهزة، قدمناها مع الرز والخضار. وشوفولي ما أحلى هالطبق، الدجاج مقرمش من برا وجوسي من جوا والبطاطا دايبة. جربوها وقولولي رأيكم، وبألف صحة وهنا.